من أوركسترا بقى النور والأمل لفتحي كولة، وهو أيضا من ذوي الهمم. كفيف عنده 30 سنة وعنده يعني 30 سنة موهبة فنية في العزف والغناء وكمان الإنشاد. قدوته هو الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي. عنده جمهور كبير على السوشيال ميديا. خلونا نشوف قصة فتحي كولة. أنا كنت طفل في مدرسة النور بتاعت زيزينيا بتاعت المكفوفين دي، كانت عند جامع يحيى. فكنت بدرس فيها من أولى ابتدائي لثالثة ثانوي، وبعد كده درس لي الأساتذة الفضلاء بتوعي كلهم طبعًا. بس من أكتر الأساتذة بتوعي اللي كان ليهم فضل عليا في مدرسة النور دي هو كان أستاذ اسمه إبراهيم الدسوقي، لأن هو اللي اكتشفني في المجال المزيكا بالذات يعني. أنا معايا ليسانس آداب قسم تاريخ خريج 2006. اتعينت في التربية والتعليم 2013. ودلوقتي بالظبط بقالي بتاع حوالي 10 سنين متعين اهو. الكوله بلعبها من حوالي مثلا داخل في 30 سنه وزياده تقريبا. يمكن من سنه 90 مثلا. بلعب مع ناس كبار مثلا زي المايسترو محمود ابو زيد في اسكندريه هنا. بلعب مع واحد اسمه مايسترو شريف عزت، برضه كان مايسترو شريف عزت بالمناسبه هو اللي لعبت معاه في البدايه خالص برضه ايام الجامعه. لعبت طبعا كاحتراف بقى مع علي الحجار في مكتبه اسكندريه. انا بحب جورج وسوف جدا، ده اكتر واحد بحبه انا. وبحب احمد سعد، وكنت بحب السيد مكاوي طبعا الله يرحمه. هو المنشد المفضل كإنشاد الشيخ ياسين التهامي. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من مثلي الاعلى في الحياه كمزيكا مثلا عمار الشريعي وسيد مكاوي وجورج وسوف، الكبار بقى بتوع المزيكا يعني كذا واحد. يعني بشوف في عمار انه دماغه عاليه في المزيكا مثلا. اتمنى ابقى زي عمار طبعا اكيد. اتمنى بقى ان انا اكون نجم مشهور يعني. نفسي اوصل للناس انه طالما ربنا موجود يبقى مفيش مستحيل في الدنيا يعني.